طاقتي بتخلص من أقل مجهود، حاسة إني دايخة طول الوقت، تعبانة طول الوقت، ومش قادرة أعمل أي حاجة في البيت. معاكم دكتور سارة صقر، دكتوراه التغذية العلاجية. من أكتر الحالات اللي قابلتها وفضلت معلقة في دماغي فترة طويلة كانت أم في منتصف الثلاثينات بتشتكي إن طول الوقت دايخة، طول الوقت تعبانة، طاقتها بتخلص من أقل مجهود ومش قادرة تعمل أي حاجة في البيت، على الرغم إن تحاليلها كانت طبيعية، مفيش أنيميا، مفيش سكري ولا أي سبب صحي واضح يستدعي كل الأعراض دي. وقتها أنا وهي فضلنا نحلل ونفكر سوا هو السبب الخفي اللي ممكن يكون ورا كل الأعراض دي هيكون إيه، لحد ما وصلنا لنتيجة غير متوقعة أبدا. نقص خفي فيه معادن زي البوتاسيوم والمغنيسيوم ومخزون الحديد البروتين. المعادن دي بنسميها بالمعادن الصامتة للطاقة، وده لأنها على الرغم من الدور العظيم والخفي اللي بتلعبه للحفاظ على مستويات الطاقة في الجسم، إلا إن أي نقص فيها بيكون من الصعب ملاحظته في البداية، ولكن أعراضه بتبقى واضحة جدا زي الدوخة والتعب من أقل مجهود والإرهاق المستمر. ولكن الجميل في الموضوع إنه لو تم تشخيص صح من البداية بيكون العلاج سهل جدا من خلال تعديل بعض العادات الغذائية والتركيز على أطعمة بتساعد على رفع مستويات المعادن دي في الدم، زي مثلا الخضروات الورقية، الأسماك واللحوم ومنتجات الألبان والموز والبقوليات. ولأن كتير من أخصائيين التغذية بيواجهوا فعلا صعوبة أحيانا في التشخيص الصحيح للأعراض اللي زي دي، إحنا هنا في دايتيتكس أكاديمي البريطانية كنا مهتمين جدا إننا نعرفك من خلال دبلومة التغذية العلاجية على أهم وأشهر الأسباب الخفية اللي ممكن تسبب الأعراض دي، وكمان إيه التحاليل اللي لازم تطلبها علشان تساعدك في تشخيص الحالة بشكل صحيح من البداية وتوفر عليك تعب ومجهود كبير قوي. لو مهتم تعرف تفاصيل أكتر عن دبلومة التغذية العلاجية من دايتيتكس أكاديمي البريطانية، سيب لينا كومنت دلوقتي واكتب فيه تفاصيل علشان نبعت لك كل التفاصيل.